إياك أن تسخر من أحد في حسبه ونسبه، فإن أكرمنا عند الله أتقانا. ولعل هذا الذي سخرت منه خير من 1000 رجل عند الله عز وجل منك. ما تدري، لما صعد عبد الله بن مسعود شجرة الأراك يجتني أراكا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الريح فإيش؟ فأبعدت ثوبه عن ساقه، فتعجب القوم من دقة ساقيه، فقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ويؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فثقل الموازين وخفتها إنما هي على حسب الدين والتقوى والإيمان في القلب، ليس على المناصب ولا على الجاه ولا العز ولا على السلطان ولا على الطول والقصر ولا الضخامة والنحولة ولا على البياض والسواد ولا على عربية أو عجمة، وإنما أكرمنا عند الله أتقانا. فلا تسخر من أحد، فإن من يسخر بالناس هذا رجل جاهل. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالذي يسخر من الناس هذا جاهل، إنسان جاهل قبيح الأخلاق. فميزان التفاضل عند الله إنما هو بالإيمان والتقوى.